مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناة القرن الأفريقي. أحييكم هذه المرة في حلقة استثنائية أقدمها اليوم من العاصمة الألمانية برلين. أقول حلقة استثنائية لأنه كان من المفترض اليوم أن يقدم الزميل أبو بكر السايق حلقة خاصة مع ضيف من السياسيين السودانيين من مجموعة تقدم، لكن لظروف فنية تأجل هذا الموعد ولارتباط الضيف بمواعيد أخرى. لذلك فكرت أن نستغل هذه الفرصة لأتناول قضية هامة جدا، وهي طبعا ليس الرد، إنما طبعا التعليق على بعض التعليقات من متابعي قناة القرن الأفريقي حول ما قدمناه من برنامج، في برنامج خاص أجراه معي الزميل أبو بكر السايق أيضا الأسبوع الماضي. طبعا أنا سعيد جدا أن أقرأ تعليقات كثيرة جدا حول النقاش الذي دار بيني وبين الزميل أبو بكر، قضايا تتعلق طبعا بالشأن الإريتري، معظمها طبعا حول تجاربنا في الثورة ومعايشتنا أيضا للخلافات الإريترية في تلك الفترة. إنما طبعا أسعدني كثيرا أن أرى أنه كثير من الإريتريين من الجيل الثاني مهتما بمتابعة مثل هذه الحوارات والتعليق عليها. لا أريد طبعا أن نتناول الأسماء الآن، إنما طبعا سلبا وإيجابا. هذا طبعا يعني الإعلام، هذا ما ينقصنا طبعا في إريتريا، عدم التحاور مع بعضنا البعض، رغم أنها طبعا كلها يعني تجارب، ولكن لابد من أن أوضح بعض القضايا. طبعا التبس على بعض الأخوة في تعليقاتهم، لا أريد أن أسمي أسماءهم طبعا، وفسروا الأمور كما يرونهم وليس ما قلناه نحن أو ما تناولناه نحن في الحلقة. من بين المعلقين أيضا أحدهم قال بأنني اعتذرت في الحلقة لعملي مع النظام أو لمدحي الرئيس الإريتري. طبعا هناك أنا تجربتي الآن تجاوزت 35 عاما في العمل الإعلامي، وكانت مليئة طبعا بالأحداث، ومن تابع طبعا صحيفة صوت إريتريا أو القرن الأفريقي أو كثير من الوسائل الإعلام التي كنت يعني أعمل فيها أو أتعاون معها، سواء كانت القنوات العربية أو الصحافة العربية في لندن في المملكة العربية السعودية وغيرها. إذا هنالك ما يثبت بأنني امتدحت في يوم من الأيام الرئيس الإريتري أو مدحت النظام الجبهة الشعبية، يعني هذا طبعا متروك لمن كان يتابع الأحداث، يعني أو تحديدا من عام 1996 من تابع صحيفة صوت إريتريا، يعني وهي محفوظة طبعا في الأرشيف وموجودة، يعني إذا دعت الضرورة حتى نبرز ما كتبناه حول النظام وحول يعني انتقادنا للنظام، وتحديدا يعني أكثر ما كتبت طبعا في السنوات في العقود الثلاثة الماضية، وانتقادي لتحالف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا مع جبهة تحرير تيغراي. وكان طبعا يعني انتقادي أو معارضتي لهذا التحالف كان مبرر أيضا، وأثبتت التجارب أيضا في عام 1998 بأن طبعا الغزو الإثيوبي كان كل ذلك يعني مبرمج. وأوضحنا أيضا بالخرائط وبالبيانات الجبهة الشعبية عند تأسيسها، وهي تأسست
أيضا يعني متزامن تأسيسها مع تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا بعد انفصالها من قوات التحرير، أو بعد يعني اختلافها مع قيادات قوات التحرير الشعبية بصرف النظر عن أسمائهم الآن. ففي الخريطة كان واضح ماذا تهدف. أولا اسمها كان الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ولم تقل يعني تحرير إثيوبيا. طبعا برنامج محدد جدا. والهدف من كل هذا لأنه طبعا كان عندهم فكرة آه، التعاون أو التحالف مع الجبهة الشعبية، من وراءه طبعا كانوا يدمرون بأنه طبعا فصل إريتريا، المرتفعات الإريترية تكون تابعة لتجراي، أو تجراي تكون تابعة للمرتفعات، وتأسيس دولة تجراي الكبرى. هذا طبعا أكثر من كتب حول هذا الموضوع وتأذى أيضا. أنا طبعا كنت يعني كما ذكرت، وليس عيبا أن أقول ذلك، بعد التحاقي بالعمل الدبلوماسي في عام 2002 آه، وضحت الأمور طبعا بعد الغزو الإثيوبي للأراضي الإثيوبية، أو غزو قوات الوياني لنقل، طبعا هم كانوا الذين يحكمون إثيوبيا آنذاك. أوضحت وجهة نظري. بعدها طبعا عندما قاموا بهذا الغزو، أنا كل ما كنت يعني أؤمن به وأعارضه في تلك اللحظة، وهنالك شواهد كثيرة جدا ومكتوبة أيضا وثائق تثبت بأننا طبعا في فترة قبل الغزو أو التحضير للغزو، أعلنت طبعا يعني وقوفي مع الشعب الإريتري، وليس مع الحكومة ولا مع الجبهة الشعبية، مع الشعب الإريتري ومع وطني. أنه في حالة طبعا إذا هنالك معارضة، أي معارضة في العالم طبعا، عندما الوطن يستهدف من قوات أجنبية، فلذلك لابد من يعني الوقوف مع وطنك وشعبك، بصرف النظر عن الخلافات البينية بين الشخص والحكومة والحزب الحاكم وما إلى ذلك. طبعا إشكالية بعض الناس طبعا لا زالوا توقفوا في جزئية معينة جدا. أنا عندما يعني عارضت الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، أيضا كان لي رأي مخالف لهؤلاء الذين هرولوا إلى إثيوبيا في تلك الفترة بالذات، في آخر في الشهر العاشر من 1997 قبل الحرب بأشهر، طبعا بتسهيلات من السودانيين طبعا، وكانت حبكة. سهلوا اتصلوا بالحكومة الإثيوبية بقيادة الراحل ملا الزيناوي، وأقنعوا المعارضة أو وضعوهم أمام خيارات، لا يعني خيارين لا ثالث لهم، يا أما الذهاب إلى إثيوبيا والعمل مع الحكومة الإثيوبية لإسقاط النظام في أسمرة، أو البقاء في السودان كلاجئين، أو مغادرة البلد. طبعا يعني لا يمكن أنه معارضة بكل يعني إمكانياتها وتاريخها آه، تغادر تدخل معسكرات اللاجئين أو تغادر، إنما طبعا قبلوا بالموجود. أنا كان لي وجهة نظر، وأنا طبعا اليوم أكرر لأول مرة يعني هذه المعارضة قبل اتخاذ هذا القرار، وأنا لم يكن لي علم، إنما علفت من السودانيين. أنا أجريت وقتها قبلها بأسبوع لقاء مع المشير عمر البشير في قصر الجمهوري. أجريت لقاء معه، وأجريت أيضا مع الوزراء السودانيين من أمثال علي شمو وخوجلي صالحين، وكثير من الوزراء أيضا. التقيت المرحوم محمد عمر وزير الصناعة، كل هؤلاء كنت أستطلع آرائهم. وكان لي أيضا لقاء مع الشيخ حسن الترابي، جريت معه أيضا لقاء عندما كان رئيس البرلمان. فمن هذه الآراء اتضح لي بأن السودانيين يعني كانت لهم قناعة بأن المعارضة الإريترية لا يمكن أن تبقى في السودان، لأنه حتشكل حساسية بين النظام الحاكم، لأنه هو جزء ساعدوا هذا النظام في مرحلة النضال. وكل القيادات الجبهة الشعبية كانوا طبعا يعني لهم علاقات يعني مع الجبهة الإسلامية تحديدا، كان لهم يعني علاقات وطيدة جدا. فلذلك لم يعني قالوا نحن هذه دولة حديثة جدا،
من يريد معارضة هذا النظام فليذهب داخل إريتريا. أقنعوا مجموعة معينة من التنظيمات، منها طبعا التنظيم الموحد، قادة آه، للعودة إلى بضمانات طبعا للعودة إلى إريتريا والعمل مع النظام وطرح آرائهم من داخل إريتريا. إذا يعني لكن هؤلاء الناس طبعا لأمراض قبلية أو ما نزلت لا يتناولون هؤلاء الناس، يعني كلهم منهم من استشهد ومنهم من ترك النظام بعد التجارب المريرة وعاد أيضا الآن هو يعيش في أوروبا وفي أمريكا. لكن هذه الخيارات أنا عندما أتخذ قرار لا لا لست ملزما أن أتشاور مع هذا معارض وهذا أخي وهذا صديق، لا أبدا. قرارات يتخذها الإنسان حسب قناعته، وأنا قناعتي كانت كما ذكرت دائما في عديد من البرامج، وأكثر من 70 أو 80 برنامج أجريناه الآن في قناة القرن الأفريقي باللغة التجرينية والعربية. أوضحت الأسباب التي جعلتني يعني أؤجل انتقادا للجبهة الشعبية في فترة الحرب، لأنه كنا في حالة كن أو لا تكن. يعني إريتريا كانت معرضة انه الاستقلال يعني كاد ان يتعرض يعني انه لو استولت قوات وياني بدأوها من تسنة، وصلوا طبعا 25 كيلومتر الأراضي السيادية الإريترية. أنا طبعا عندما زرت عام 2001 إريتريا أول مرة ذهبت حتى شامبوكو، حتى حدود يعني آخر حدود عصب، وجدت قوات الأمم المتحدة، قوات حفظ السلامة إذا كانت موجودة دبابات 25، يعني كان تفصل بين القوات الإثيوبية الغازية وإريتريا، لكن داخل الأراضي فالويان توقلت داخل الأراضي الإريترية مساحة 25 كيلومتر، هذا لا ينكرها. أنا لم أكن مغامرا، إنما طبعا لأثبت يعني بأنني صادق في ما صرحته في وسائل الإعلام وأعلنت عن وقوفي مع الشعب الإريتري، فلذلك أنا لم أكن أحسن من الذين كانوا في الدفاعات الأمامية من أبنائنا وزملائنا ورفاقنا في النضال أيضا. إذن الآن طبعا كان من المفترض، وهذا طبعا ما ذكرته أنا لم أذكره في لقاءاتي، في عام 1900 2000 عفوا 2016 أنا كنت ممثل لدولة إريتريا لدى منظمات الأمم المتحدة في النمسا. كنت أجلس في ديسك أو طاولة الممثلية مفوضية إريتريا. طبعا أنا اللي كنت المسؤول عن تمثيل إريتريا. طبعا الحروف الأبجدية كما هو يعني يعني حدود تجمعنا مع إثيوبيا، الحدود الغربية تجمعنا مع إثيوبيا. أيضا في منصات في المؤتمرات طبعا أيضا هذا الحرف، حرف الاي، اي اريتريا، اي اثيوبيا، طبعا هذا كله تكون انت يعني اردت ان لم ترد يعني على يمينك تجيب الوفد الاثيوبي جالس جنبك، يعني عنده طاولته يعني فيها علم الاريتري، علم الاثيوبي، وانا امام علم اريتري مكتوب عليها دولة اريتريا، ستيت اوف اريتري. في 2016 ذكرت هذه الحادثة أيضا في أكثر من لقاء باللغة التجرية. كان يرأس الوفد الإثيوبي الدكتور أبي أحمد، وكان وزير الصناعة ووزير الطاقة والصناعة في إثيوبيا. فأنا لم أكن أعرفه لأول مرة يعني، ولم أقرأ عنه أبدا في السابق. كنت أتابع بأن هنالك وزير وعنده طبعا مؤسسة أمنية، لكن لم أتوقع يوما من الأيام أن يأتي ليرأس وفد دولة إثيوبيا في عهد الوياني طبعا أيضا. فجلسنا طبعا هنالك العرف الدبلوماسي يلزم الإنسان رغم كل المرارات ورغم كل الحروب التي كانت تدور بين إريتريا وإثيوبيا، إنما من الآداب أن تسلم على زملائك في القاعة، يعني سواء أي وفد كان، سواء كان من الإكوادور أو من إثيوبيا أو من أي دولة عربية وسودانية، نتبادل التحية، السلام عليكم وعليكم السلام، ليس أقل. فأبي أحمد أتى إلى ديسك الإريتري وتحدث معي بلغته التجرينير الركيكة طبعا.
فسلم علي وقال نحن إخوة، بدون أي مقدمات. أنا قلت لما الواحد يقول لك السلام عليكم ترد بالسلام بمثلها، يعني تقولوا عليكم السلام. فذكر لي دون مناسبة، قال أنت وفد أنت ممثل إريتريا؟ نعم. قلت له. قال يا أخي أريد أن أتحدث معك قليلا. فتحدث معي بلطف باللغة التجرينية طبعا. قال لي المشاكل بين إريتريا وبين إثيوبيا ستحل قريبا، وكان يتحدث بلغة الواثق من حديثه. وقال نحن سنعمل كل جهدنا في سبيل إنهاء الخلاف هذا الذي دمر اقتصاد إثيوبيا وإريتريا، وجعلنا في حالة لا حرب ولا سلام لأكثر من ربع قرن، فهذا عليه أن ينتهي. وأنا بإمكانياتي مع رفاقي كلهم سندفع في هذا الاتجاه. وأنا شكرت طبعا على حسن نواياه وعلى أنه إنهاء الخصومات والحروب بين إريتريا وإثيوبيا، هذا طبعا شيء مرحب به. بعد سفره مباشرة بعد أسبوع طبعا تسلمت دعوات من الخطوط الجوية الإثيوبية، من المناصرين للحكومة الإثيوبية أيضا. هم جزء منهم طبعا من القوميات الإثيوبية، سواء كان من الأورومو أو من تجراي أو من العفر، كلهم كانوا طبعا هناك. الوفد يأتي مشكل. فبعدها بأسبوع مباشرة تلقينا دعوة من ممثل الخطوط الجوية الإثيوبية، وفي هذا الطبع يعني طابعين كتالوج يعني السياحة لإثيوبيا، ودم في الخريطة طبعا يعني بأسعار مخفضة. ممكن أي أوروبي أو ألماني أو نمساوي ممكن يسافر بهذا الأوفر بتاع خطوط الطيران، ويأتي إلى تجراي، إلى مغلى أولا، وإلى المعالم التاريخية الموجودة الأثرية أيضا. منها ينتقل إلى أديس أبابا، ومنها إلى إريتريا مسوع والمينائين عسب فأنا سألت سؤال للشخص الذي يعني وجه لنا الدعوة، طلب منا أن نلقي كلمة. قلت له أنا قرأت البرنامج، ولكن أولا عندي بعض الأسئلة حتى أفهم ما هو يعني القصد من إدمان أو تضمين إريتريا ضمن الجولة. هناك في وزارة إعلام في إريتريا أيضا، هي القائمة والمعنية بهذا الأمر إذا هنالك وفود سياحية ستأتي إلى إريتريا. فسألت سؤال، قلت له كيف ستؤمن تأشيرات الدخول، ومع من أجريت الاتصال واتفقت حتى مثلا أنتم باسم إريتريا الآن تريدوا أن تبعثوا وفود، وفي سفارة إريتريا في برلين، وأنا أيضا ممثل لهذه السفارة هنا في النمسا. فقال يا أخي نحن ما فهمناه هذا بالحرف الواحد. احنا قال تعليماتنا من الخطوط الجوية الإثيوبية بأننا ما معناه خلاص كملنا بعد يعني من الدمار، يعني بيسموه باللغة الأمحرية يعني تدمرنا، يعني نحن خلاص كملنا لبعد. قلت له أنا ما عندي علم، لم يقترن أحد كممثل لدولة إريتريا، لم أقتر بهذه الأمور. نحن طبعا وقعنا عملية السلام، نعم، ونحن رحبنا بهذه الفكرة وعقدنا مؤتمر دعينا كل سفراء دول القرن الأفريقي، وأيضا وزراء وسفراء يعني أوروبيين أيضا شاركوا في مؤتمر السلام، أو لنبارك السلام بين إثيوبيا وإريتريا في مبنى الأمم المتحدة. وكالة أنباء القرن الأفريقي نظمت مع الآخرين أيضا، مع منظمة السلام العالمية طبعا الموجودة في فيينا، وكثيرين من الزملاء منهم الزميل عبد الله شريف ساهموا في تحضير لهذا المؤتمر. طبعا إعلاميين بارزين يعملون في داخل مبنى الأمم المتحدة، والأخ عبد الله شريف هو أيضا رئيس اتحاد صحفي الأمم المتحدة، لذلك هم كان لهم مشكورين أيضا، ساعدونا في تنظيم هذا المؤتمر الجامع. وأنا بصفتي كممثل لدولة إريتريا ألقيت كلمة ورحبت، هذا عن قناعة أيضا، لأنه كنا دعاة سلام. ما اكتشفته لكن بعدها بشهرين، وهذا طبعا الآن هذا البرنامج مشاهد أيضا لهؤلاء الذين
عايشوا هذه التجربة ولهم دراية بما أذكره الآن. وجهت لي دعوة من منظمة اليونيدو للتنمية الصناعية، طبعا هي جزء من، وهذه المنظمة اليونيدو طبعا لها أكثر علاقات، لأن هي طبعا تعمل في مساعدة الدول النامية بالذات تحديدا أفريقية في قضايا تدريب الكادر، وفي عملية البيئة، تنظيف مثلا يعني شواطئ البحر في إريتريا مثلا. وهذه المنظمة طبعا استدعتني، يعني طلبوا مني أن أحضر لمكتب قسم، يعني المسؤول عن قسم أفريقيا أو تحديدا ملف إريتريا. ففاجأني بملف متكامل. فقلت له أعطيني فرصة حتى أقرأ واستوعب بدون ما يعني محدد. هو طلب مني، يعني كان جاهز على اساس قال نحن جهزنا هذا الملف والان ستحصل اريتريا واثيوبيا معا على منحة قيمتها 40 مليون يورو. وفسر لي الموضوع، قال هذا طبعا يعني بالنسبة ما يسموه الكاكتوس اللي هو البلس، او باللغة العربية طبعا عندنا ما يسموه طبعا شو اسمه الشوكي، كاكتوس يعني بالانجليزي. فقال هذا طبعا يصنع منه بعد الحاجات في الصابون وما إلى ذلك، يعني العطور. طبعا في كيماويين طبعا يعرفوا أكثر من ذلك. فقال الآن نحن كملنا عبر وسيط أو مؤسسة، يعني NGOs إنسانية نمساوية يرأسها شخص سموا اسمه، وهو الذي يعني بالاتصال وبالتنسيق مع إريتريا يعني استغرق التحضير لهذا المشروع أكثر من 6 أشهر. هو أيضا كان على علاقة عالية مع كبار المسؤولين، وزراء وما إلى ذلك، وهم طبعا يعني وافقوا. فأنت طبعا الآن أدبيا أنت المسؤول، أنت الممثل، لا يمكن نحن نطلب من إريتريا عشان توقع، أنت موجود هنا وهذا عملك. فأنا مباشرة طبعا يعني قلت له هذا يعني في لبس في الموضوع أو خلل، لا أوقع على هذه الاتفاقية. فأجريت اتصال مباشرة بالخارجية الإريترية وسألت يعني. فأنا للشهادة أقول طبعا الوزير عثمان صالح شخصيا احتج وقال هذا غير مقبول، لأن هذا أنا لما نقول هؤلاء الوزراء طبعا الآن شيطنتهم تستطيع أن تقول ما تريد، لكن لا علم لهم بما كان يحدث الآن. طبعا هم في تجاوز لمسؤوليات، يعني يعني أنا كمسؤول عن دولة إريتريا المسؤول مني مباشرة هي الخارجية، وليست وزارة الزراعة والوزراء الذي تحدثوا معه. وطبعا هو احتج وقال مباشرة أوقف هذه المعاملة. فأنا قبل ما أوقف هذه المعاملة اتصلت بالخارجية النمساوية، قلت في منظمة، أنا طبعا لا أريد الآن أن أدخل مع مواطن نمساوي في أي مثلا آه، أفتح ملفات أو أشتكي أو لا، بالعكس قلت له هذا الشخص يعني تدخل في أمور لا تعنيه، وصور للمسؤولين في منظمة اليونان بأنه هو يمثل إريتريا. هذا تجاوز لصلاحياته، وأنا كمسؤول قلت له طبعا موقف الآن محرج فأريد المساعدة. فردهم كان مباشرة، قال هذا الرجل معروف لدينا، وهو طبعا يعني يستخدم ملفات كثيرة لأفريقيا، فأترك هذا الموضوع علينا. انتهت القضية. إذا تفاصيل هذه البرنامج، الهدف تدريب 20,000 شاب، 10,000 من إقليم تجراي و10,000 من إريتريا، يأتوا بهم في منطقة الحدود مثلا في بادمي، يتم تدريبهم هناك. خبراء من النمسا ومن الأمم المتحدة يذهبوا إلى هناك وتدريبهم على هذه، يعني على تصنيع، يعني استخراج مادة معينة من الكاكتوس، من البلس بنسميه نحن بلغتنا المحلية. فأنا قلت له طبعا يعني
بعد زيارتي للخارجية استدعيت زميل مسؤول اتحاد السلام العالمي، وأيضا الزميل عبد الله الشريف رئيس اتحاد صحفي الأمم المتحدة. فطلبت منهم على أساس يعني أنا سأدعو آه، مواطن نمساوي، وطبعا نشط يعني عنده حضور في كل المناسبات التي كنا ننظمها طبعا في في مبنى أو في مقر اتحاد السلام العالمي في النمسا. فمشكورا مسؤول الاتحاد السلام استدعانا في بيته، وأنا طرحت الموضوع، قلت له هذا الرجل تجاوز حدوده وأنا لا أريد أن أقدم شكوى، لكن أنا جبت يعني هؤلاء الناس ليشهدوا. قلت له بعد ذلك لو رفع اسم إريتريا لدى السلطات النمساوية أو لدى منظمات الأمم المتحدة، فلذلك حتكون قضية شائكة جدا، فأنا لا أريد أن أتسبب في الأضرار. هذا الشخص هو طبعا يعني فوجئ بهذا الكلام، لأنه قال أنا نسقت مع كبار المسؤولين وأنت يعني كممثل يعني ما لم أتوقع من أن هنالك في فوارق في التفكير بينكم. قال هؤلاء المسؤولين أولا ليس من صلاحياتهم، وليس من شغل أي وزير يتجاوز وزارة الخارجية ويأتي مثلا عشان يصدر تعليمات للنمساوي. في خلل داخلي، وهذا طبعا حله يعني ليس أنت معني به، ونحن طبعا كإريتريين نعالج قضايانا بطرق يعني بيننا. فاعتذر. إذا يعني أنا أعود الآن في التعليقات. وأنت موظف أو أنت دبلوماسي لا يمكن أن تتحدث في اليوم الثاني تعقد مؤتمر صحفي وتقول حدث كذا وكذا. طبعا هنالك في يعني حدود. أنا لم أتحدث لكن كتبت الكثير وتحدثت مع المعنيين في الموضوع، إنما ذلك هناك أمور أنا لذلك الآن طبعا أعود يعني للحلقات السابقة عندما أنا أتحدث عن دولة عميقة، أتحدث عن تنظيمات سرية موجودة داخل الجبهة الشعبية وداخل الدولة الإريترية. لا طبعا البعض يعني استنفر يعني قامت القيامة، لأنه طبعا الوزير مغلوب في أمره يقول أنا لا أعرف بذلك. فلذلك أنا من صلاحياتي الآن أن أوجهك أنت كموظف كدبلوماسي تابع للخارجية أن توقف هذه المعاملة، بصرف النظر عن سلبيات عثمان صالح وغيره من الناس. هذول الناس يعني ينفذوا التعليمات التي تأتيهم من مكتب الرئيس أو من أي جهة أخرى. لكن هذا الذي يحرك نمساوي أو ألماني أو أي جهة في الخارج أو الإريتريين لنقل، هذا لا يظهر في الشاشة. إذا لكن صلاحياته أقوى من صلاحية الوزير، وهذا ما يسمى طبعا. أنا في الحلقة الماضية تحدثت عن تنظيم سري تأسس عام 1971 في جبل قدم، وأنا كنت حاضر، لم أشارك، إنما طبعا يعني من شاركوا بعد انتهاء انفضاض المؤتمر شرحوا لنا هنالك تنظيم تأسس. إذا أنا لم أعتذر، أقول أنا يعني أنتقد نفسي عدم يعني توديع هذه القضايا في وقتها. هذا هو طبعا، هذا ليس اعتذار إنما نقد. أنا طبعا يعني إذا هنالك شيء ألوم فيه نفسي وأنا طبعا حر، هذا ليس اعتذار لكن الآن طبعا اختلط الحابل بالنابل عندما أرى طبعا يعني أنا لا أريد أن أسمي آه، أسماء اليوم حتى لا ننكأ الجراح ونعود في المربع رقم واحد، يعني حزازيات قبلية وإقليمية كل ذلك نبتعد عن هذا الملف. وأنا أشكر الزميل سارح قادي أجرى حلقة المكاشف والمسارح. هذا نستعين بعبارة قالها علينا أن نغلق هذا الملف، هو الذي تسبب في تدمير الثورة الإريترية والرعيل الأول تحديدا. وأنا شاكر له يعني، وأنا طبعا بطيبة خاطر تقبلت النقد ما قاله. طبعا هذا يعني ليس عراك شخصي وخصومة شخصية، نحن نفرق بين العلاقات الشخصية
والعمل السياسي والإعلامي. طبعا هنالك يعني العمل الإعلامي تنتقد وأيضا تنتقد. هذا طبعا شيء يعني ما أتابعه في برامج صالح غاد الآن، هو طبعا يعني صدره رحب لتقبل الانتقادات وأيضا يرد أيضا بطريقة خاصة. لكن الآن نعد في بعض الذين أحدهم قال أنا كنت صحفي في جريدة الشرق الأوسط وجريدة عكاز، قرأت أنا التعليقات يعني، اتصلوا بي كثير من الأصدقاء ولفتوا انتباه. هنالك طبعا يعني آه، ردود أفعال غاضبة جدا من الإريتريين، لا أسمى أسمائهم، لكن بعدها إيجابي وبعدها ليس الآن عشان نتحدث فيما هو سلبي أو إيجابي. لا طبعا أنا أسعدني أيضا أن ما قدمناه من برنامج أثار الحوار بين الأخوة. طبعا تذكروا هذه القضايا كلها، لا ربما يكونوا نسوها. أنا الآن أرد على عبارة معينة جدا على عملية الاحتزال، وكتبت أيضا قبل كده إشكاليتنا نحن لا نقرأ. كتبت في الأسبوع الماضي ردا يعني علق فيه بعض الأخوة واتصل بي قال حمدان يكفينا من المهاترات و... وجلد الذات كما سماها أحد الأخوة، كتب لي طبعا من الأصدقاء اللي أنا أحترمهم طبعا. أنا طبعا الآن عندما انتقد الجبهة الشعبية وسلوك الجبهة الشعبية واتحاد الجبهة الشعبية، والآن التفكير في إعادة في إعادتنا في المربع رقم واحد، المسالح الآن ترتيبات اللي تجري بشكل سري وإعلانات. طبعا إعلانات بأنه نحن يعني كما قال أحدهم ما هو المانع إذا هنالك لنا في الاتصال بالجبهة تحرير تجراي مصلحة، لماذا لا؟ أنا استعرضت طبعا مقطع لا أريد أن أسمي اسمه. والآن أيضا يعني كل من كان يتعاون أو متحالف مع الوياني فتح يعني بعد الإعلانات هذه المسالحة وتطيب الخواطر، كل من كان عميلا أو يعني غريبا ومتحالفا ضد وطنه وضد شعبه، وقالوها طبعا بالحرف الواحد، ليس أنا من أقول. كثير من المناسبات يقول أنا خنت شعبي. أنا طبعا يعني تحالفت مع الوياني، ولكن الآن بعد 25 عاما أعود إلى وطني، وعاد الآن هو إلى. إذا إريتريا الآن مفتوحة أمام هؤلاء، لأن طبعا يكملوا بعدهم البعض عشان أكون أنا واضح في الصراحة. هنا فكر، لأنه اختلفوا في شيء واحد، لأن الحكومة مرة في قضبة الحرب الحدودية طبعا، والضحايا أكثر من 19,000 20,000 مواطن إريتري استشهدوا بالدفاع عن وطنهم. وأيضا خسائر من الجانب الإثيوبي يقال يعني قدرت ب70,000، يعني حوالي 100,000. لماذا ذهبوا هؤلاء؟ طبعا استشهدوا في سبيل يعني قناعة. الإثيوبيين عندهم قناعة لابد أن يعني يحتلوا بنا عسب، وإريتريا طبعا لا يفرطوا حتى بشبر واحد من وطن. الآن بعد كل ما قرأناه جيم أوفر ودول أعداءنا أنا طبعا كنت من المشاركين، وقلمي طبعا كان يعني لبعض الناس طبعا كان يعني من الصعب أن يستوعبوا هذا الكلام. أنا عندما أصف كل من تعاون وتحالف ضد شعبه ووطنه مع الوياني، أنا يعني كنت أشيطن هؤلاء الناس، هذا ليس سر. الآن يأتي بعد من هؤلاء الناس الذين كانوا يجلسون في الصفوف الأمامية في مؤتمر أواسا في أديس أبابا، وكان أيضا يبثون صور. عندما يأتي أحد يستشهد بما كانوا يكتبوه ناس فرجت أو مش عارفة النهضة وما إلى ذلك، طبعا يعني هؤلاء يكتبون طبعا كانوا يعني الويانة كانت تمول هذه المواقع. لماذا تمول؟ عشان يبيدوا أو على أساس يعني يشرنعوا يعني شرعنة العمل مع الويانة. كان طبعا بالنسبة لهم شيء طبيعي وشيء وارد. لكن بعد ما يعني وقعت الواقعة، الآن يأتي هؤلاء على أساس يعني يشككوا في وطنيتنا ويصفون بجواسيس وعملاء للجبهة الشعبية. هذا ما يقوله عني لا يتجرأ أحدهم أن يقوله ضد قادة كبار من جبهة التحرير إريتريا
وناس من المؤسسين أيضا ذهبوا إلى إريتريا وعاشوا فيها واستشهدوا أيضا ودفنوا فيها. أنا لا أسمي الأسماء أيضا. لم أسمع ولم أقرأ سطرا واحدا، لأنه هنالك طبعا إذا كتبوا ضد هذا طبعا ستواجههم وبال من أقرانهم. يعني طبعا هذا ال- 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 التفكير القبلي هذا طبعا لا يرحم. لكن الآن أنا لا أريد أن أرد، وتعلمت من تجاربي المريرة، وهذا ما جعلنا أيضا أؤجل أو ألقي فكرة نشر الكتاب، الجزء الثاني من الكتاب الثورة الإريترية في الميزان، يعني أكثر من 800 صفحة. لأنه طبعا الإريتريين لا يقبلون. أنت عندما أنت فقط يعني تركز الآن هؤلاء الذين تحالفوا مع الوياني. أنا لماذا أسب يعني غضبي أو أنتقد الجبهة الشعبية وانتقد تحديدا الحزب السري هذا الذي يعمل في الخفاء واللي دمر إريتريا وشعبها؟ لماذا؟ عندما أنتقد هؤلاء أنا أقرب الناس إلينا وأعتبرهم أساتذتي في النضال، لم أتركهم أيضا. عندما كنت أتحدث عن المناطق وعن المخالفات اللي حصلت وعن يعني تجبر قادة المناطق أيضا، لم أترك حتى أغلب المقربين إلينا. طبعا هذا طبعا قاعدة ثابتة جدا. عندما تنتقد الأحد ما ممكن الآن تقول هؤلاء إخواني ولا مسلمين ولا أولاد منطقتي ولا أتركهم، وأترك فقط أسلط الأدواء وأقول وكل ما هو يعني سيء يعني يعني ندعه، أو كل المخالفات وكل الأخطاء اللي حصلت بما فيها الحروب الأهلية والانشقاقات نحملها لتنظيم واحد ونترك الآخرين. أنا لا أرد اليوم بغضب، إنما أريد أن أنبه. إذا هنالك من يجب عليه أن يعتذر هم هؤلاء. أنا لم أقرأ يوما اليوم اليوم طبعا أصبحوا كلهم ضد الوياني ومع الوطن ومع الجيش ومع كل هذا قرأناه طبعا. هذول يعني أنا سميتهم بمجموعة الهبوط الناعم. حاولوا قالوا نعود إلى بلدنا ويكفينا من مش عارف، والمعارضة فشلت ونحن علينا الآن أن نتعاون مع النظام. النظام هذا يعني ليس بهذا السذاجة. أنا طبعا عندما أقول أنا لا يحزنني بأنني عملت مع النظام، لأن هذا طبعا يعني كثير من المعلومات التي كانت يعني في جمعتها أو يعني سمعتها أو دونتها كلها كانت نظرية. إنما يعني من عام 2002 إلى 2021 يعني 18 سنة، وأنا أسافر كل 3 أشهر وأقيم في داخل إريتريا شهر، وزرت كل المناطق دون استثناء، من علي قدر إلى عسب، إلى مثلا يعني في أغليم اللي أكلوا جزاي وإلى سرايا. كل هذه طبعا أنا زرتها في مناسبات، وكنت أتابع وأرى. لأنه الآن عندما أتحدث أنا لا أتحدث عن أو أنقل ما قاله الناس، إنما عايشت التهميش. تحدثت مع منادلين أفنوا حياتهم إلى اليوم لم يتمكن أن ينطق بكلمة واحدة حتى في في حقوقه الخاصة. أصبح متلقي. حدثت مع عشرات من المعوقين، من الذين يعني كانوا من ستينيات القرن الماضي في الثورة، لم يسأل منهم أحد. رأيت الأمهات يعني عندما يقفون في الصفوف عشان يأخذ 5 لتر أو 10 لتر من الماء. عايشت أيضا لأكثر من سنين. الآن يتحدثون ما في كهرباء ما في مياه، هذا ليس جديد. في كل زياراتي أنا في الفنادق اللي كنت أسكن فيها في مسوع، في كل المناطق هذه يعني كان نقص في المياه، الكهرباء ما موجودة. عندما تمشي في أسمرة عشان تتعشى في مطاعم قريبة من البيت الذي كنا نسكن فيه، يعني إذا أنت محظوظ الكهرباء تكون شغالة خلاص يقول لك ممكن أعمل لك البيس، إذا ما في خلاص ترجع بيتك. أحيانا يعملوها طبعا في الفرن
ويجيب لك شوية ما يقول لك ما بارد لأنه الكهرباء ما شغال. اللحوم اللي اشتروها كلها تكون يعني في 24 ساعة خلاص يعني ترمى. هذه المعاناة طبعا الناس طبعا هؤلاء للتغطية على كل هذه النواقص لأكثر من 30 عاما. يعني هذه الاحتفالات هي زر الرماد في العيون. هذه الموسيقى اللي تسمعها طبعا مرات يصوروا أفلام كلها يعني تقول أنت يعني من أين أتت هذه إريتريا الذي أعرف أنا طبعا الآن أتحدث لأن عشت هذا الواقع. أطلع من أسمرة إلى ما يعني 10 كيلومتر الشقلقل، أو مثلا أمشي إلى مناطق شوية إلى مندفرة. شوف الطريق كيف يعيشون الناس، لم يتغير وضعهم. ربما يكون في عهد الاستعمار الإثيوبي يكون أحسن. هذه هي الحقيقة. لذلك الآن أنا هؤلاء الذين طبعا يتبجحون ويكتبون كما يريدون ويحرفون الكلام، هذا هو ما جعلني اليوم يعني أقدم هذه الحلقة. يعني يقولوا حمدان اعتذر وسلوكياته كده والرجل متقلب مش عارف. أنا طبعا يعني لم أتحدث عن أمور كثيرة أعرفها، ليس من الآداب ومن الأخلاق. الآن تتحدث عن الناس يعني بعدهم يقبع في السجون وبعدهم استشهد، ليس من الأخلاق. لكنني عاشرت ناس بنوا هذه الثورة وضحوا من أجل شيء، يعني ضحوا بكل شيء، يعني حتى يعني ضحوا بأسرهم، ضحوا بحياتهم في خدمة هذه القضية. حتى بعد الاستقلال طبعا كانوا يعني يسايرون الأمور على أمل أن يكون في تغيير في هذا البلد. الآن يقعون في السجون. وهؤلاء الذين كانوا خانوا الأمانة وعاشوا يرقصون هنالك في موائد زمرة الويانة وفي إثيوبيا أيضا، الآن يعودون على أساس أنهم يكونوا وطنيين. وأنت الذي ضحيت بكل مستقبلك وحياتك حتى انقطعنا. يعني أنا دحين يعني علاقتي مع الأسرة الذي أنتمي إليها أصبحت محدودة. زياراتي لإخواني ولأصدقائي أصبحت محدودة. مشاغلنا كلها يعني كل همنا أصبح مركز في إريتريا ومستقبلها، مما طبعا جعل بعض الأصدقاء يتصل ويقول يعني أنتم مقصرين الآن في ملف القرن الأفريقي. هناك أحداث جلل في السودان وفي إثيوبيا. وطبعا أنا يعني الآن طبعا العنوان هذا نستقاه مما قاله. يعني هذا سؤال وجه إليه وأنا عملته كعنوان اليوم: إريتريا وإثيوبيا هل تلوح في الأفق حرب جديدة بين إثيوبيا بين إريتريا وإثيوبيا؟ هذا الناس بتقرأ والكل يشاهد الآن طبول الحرب تقرأ في إثيوبيا وفي الصومال وفي إريتريا. ونحن طبعا الآن يركز يقول لك هذا الرجل لا يؤتمن وعلينا. أنت من حتى تكتب صفوف القرآن؟ أنت كله ملوث، تاريخك كله ملوث، وتاريخك كله عمالة، وتاريخك كله طبعا كراهية ونشر الفكر القبلي الأقليمي الطائفي. الآن تجي أنت عشان تصنف الناس وتقول هذا يعني نقبله وهذا ما نقبل. من أنت حتى تقبل؟ وأين أنت حتى تقبل الآخرين؟ في الختام أنا أود أن أوجه يعني شكري لكل الذين انتقدوا. ونحن طبعا هذه يعني القيمة من إجراء هذا الحوار، أن أنا أكون أسعد. الإنسان اللي ينتقدك هو يكون ناضج، والإنسان الناضج هو الذي علينا أن نركز على هؤلاء الشباب الذين ينتقدون الآن. هم طبعا لأنه عشان حرموا إنه لو عاشوا هؤلاء الناس في ولد التغيير كان حياتي. إنما عن ظروف، أنا لا أبرر الآن، إنما ظروفهم المعيشية وأوداعهم والدول اللي يعيشون فيها طبعا كلها يعني لا تقدر الآن أنت في تحديدا في دول الخليج تكتب كما تريد أو تتصل كما تريد أو تؤسس مواقع هؤلاء طبعا الناس اللي في أوروبا وفي أمريكا افتكروا أن الناس بلداء أو جبناء ولا يتحدثون. طبعا أولا يعني الكارثة الكبرى أنا لا أريد أن أسمي الأسماء، أن عدد من الإريتريين طبعا اتصلوا بي في كثير من الدول الخليجية
يقولوا نحن نتابع قناة القرن الأفريقي ونحن سعداء جدا، لكن ظروف البلد الذي نعيش فيها لا تسمح لنا. حتى مثلا لو علقنا بكرة ممكن يسلط عليك أمن البلد اللي أنت، وممكن يعني يسحبوا منك جوازك الإريتري. إلى هذه الدرجة نحن وصلنا. الرقابة اليوم في بيتك لا تؤتمن، حتى زوجتك وأولادك الموجودين معك ممكن يعني النظام يعني عنده خبرة في اختراق. كل التنظيمات هذه كانت مخترقة. وحاصل تحصيل، لا أنا طبعا يعني لا أريد أن أسمي أسماء التنظيمات والأشخاص، إنما طبعا هؤلاء الذين كانوا يعني يلعبون دور المعارضة هم كلهم جواسيس تنظيم الجبهة الشعبية. لكن سبحان الله، إن الله يمهل ولا يهمل. يعني الجبهة الشعبية عاقبتهم بالسجون وبالمطاردة، بحرمانهم من حقوقهم الطبيعية كمناضلين أيضا. لأنه طبعا الجبهة الشعبية لا تأمن أي شخص، هي تأتمن من دربتهم على السمع والطاعة. هذه المعسكرات والسيمينارات ستجري هي طبعا بالحرف الواحد. عليك أن تقتدي، عليك أن تنفذ الأوامر، ولا يسمح لك أن تقدم أي سؤال. أول تنفذ، بعد كده حتى يصل لو يعني العرف نظرية العسكريين طبعا يقولوا إذا أمرت فنفذ. بعد التنفيذ يعني حتى وأنت تنفذ هذه المأمورية قد تستشهد أو تموت. بعدها يسمح لك أن يعني أن تسأل أو تحتج بعد ما مت يعني. ذلك اليوم نحن لا نكن أي حقد ضد بعض، ولا أريد أنا طبعا الآن أن أنكأ الجراح. يعني أنا لو كتبت بعد ما يعني موجود في الكتاب ستكون طبعا كارثة. وهذا ما يعني يريح الجبهة الشعبية، أنه الناس تتسلط على بعضها البعض حتى تنشغل بقضايا جانبية وتنسى القضية الكبرى. ذلك أنا باختصار شديد الآن الاستعدادات الجارية والتبريرات الموجودة، وأيضا هناك مؤتمر سيكون يعني عقد قريبا ما يسمى بمؤتمر التنظيم، سيأتي أيضا بقضايا جديدة لم تكن في الحسبان أيضا. هذا ما الآن يتكرر، يقولوا وارساي هم الورثة، من الذي يرث؟ طبعا يعني يعتبروا هذا يعني ضيعة أو حديقة ملك للجبهة الشعبية مثلا. يعني يعينوا من يريد، يعني يطرد من يريد، يسجن من يريد. كل هذا طبعا لأنه في ظل غياب دستور ينظم حياة الشعب. وهذا كل شيء أصبح جائز في هذا البلد. لكن الآن نستعد الشهور القليلة القادمة يعني. وهذا طبعا تصريحات الإثيوبيين بالذات أصبحت يعني الآن شيئا فشيئا. كل من يتابع الإعلام الإثيوبي اليوم آه، على المثلث إثيوبيا والصومال، إثيوبيا ومصر، إثيوبيا والسودان، السودان مع يعني كل هذه الدول الآن يعني كل من يكشر للآخر. فإريتريا طبعا في الوسط تريد أن تكون هي الحكم وهي الأقوى. فالتصريح الأخير اللي استمعت إليه يقول إريتريا تملك من الأسلحة ما يكفي للتسليح 5 دول. إذن هذا طبعا يعني أنا أعتبره مستقبل الأجيال كلها معرضة للخطر. فعلينا أن نأخذ آه، التهديدات الموجودة من قبل إثيوبيا ومن قبل إريتريا أيضا من المقابل، نضعها في عين الاعتبار. لأن طبعا الحرب لو بدأت هذه المرة ستكون كارثة على الجميع. كل هذه العنتريات، كل هذا نحن نستطيع. هذا طبعا سبق أن شاهدنا آه، عمر البشير يعني رئيس السودان، يعني وصل لمرحلة أنه كان يحتقر كل شيء، يقول أمريكا تحت جزمتي وما إلى ذلك كل ذلك. لكن أين هو الآن؟
كثير من الناس الذين كانوا يجاهرون بأن لهم القوة، صدام حسين، القذافي، كل هؤلاء طبعا بعدين في نهاية المطاف تقول هي أمريكا السبب. أمريكا لا تدخل في بيوت الناس، أمريكا لا تأمرك على أساس أنت تضطهد شعبك، أمريكا لا تقول لك تجبر على الآخرين، ما عندها القوة والقدرة. إنما طبعا هي تحافظ مصالحها. الروس هو كذلك، الصين أيضا ليس لسواد عين رئيس أو مسؤول معين، إنما طبعا لهم مصالح. البحر الأحمر هي منطقة استراتيجية، حياة أوروبا كلها تتوقف في عبور كل هذا طبعا يعني المحيط الهندي هذا عبر بوابة البحر الأحمر، إذا انقطع هذا شريان الحياة يعني تكون بالنسبة لهم كارثة في الطاقة، في المواد الغذائية، في كل ما يحتاجونه من مواد لمصانعهم، وكل حاجة موجودة في أفريقيا. لذلك أنا اليوم أختم هذه الحلقة بالقول آه، أنا لست يعني كما يعتقد البعض من المتقلبين، إنما في قاعدة ثابتة جدا أسير عليها. كل هذه الشعارات البيزنطية طبعا اللي بتتكرر، الوحدة وما إلى ذلك، كل هذا خزعبلات لا يؤمنون به. إنما هنالك هذه الخطة، يعني على مدار 5 عقود تم تنفيذها حجر فوق حجر، ليس يعني لا، طبعا لم يصلوا إلى هذا المستوى من الجحود، لم يصلوا إلى هذا المستوى من يعني عدم الاكتراث بالآخر، إنما طبعا كانت مخططة. وأنا لما أقول لم أعتذر، إنما أقول هذه التنازلات التي قدمت من جيلنا نحن تحديدا، والمبرر الوحيد كان في سبيل الوحدة. يعني أنا الحين لو أذكر الكلام الذي كتبته في كتابي، التسابق اللي كان موجود بين قوات التحرير الشعبية وبين التنظيمات الأخرى أو الذين انفصلوا، حزب العمل وحزب الشعب، التنافس بتاعهم كيف تكسب الجبهة الشعبية. لأنه طبعا بما كانت تملك من رجال، طبعا يعني كل أنا الحين لما أقول رجال، يعني منطقة المرتفعات أساسا 90% منهم كانوا مرتبطين بالنظام الإثيوبي، فيهم جنرالات، فيهم طبعا كل هؤلاء الناس لجوا للجبهة الشعبية. أنت ما قدرت تسأل عن من يقود اليوم هذه كثيرين هم ذاته، لست أنا الذي أقول، يتحدثون منهم من قال أنا وأخي كنا ذاهبين على يعني الالتحاق بالكوماندوس، فقبلوا أخي ورفضوني، وقال بسبب الزعل، عدم قبولي أنا واحتقاري جعلني ألتحق بقوات التحرير بمجموعة عالة اللي كانوا موجودين. هذا الكلام. جنرالات أيضا كانوا يعني مسؤولين عن جهاز الأمن في الجيش بنفس الوظيفة، كانوا يشغلوا موجودين، كان بعدهم طبعا يعني استشهد. 90% من هؤلاء الناس الذين يحكمون البلد أيضا كانوا تدربوا، ليس الجبهة الشعبية اللي قامت بتدريبهم، تدربوا في الجيش الإثيوبي. هذا ليس عيب. ونحن طبعا يعني لكن الفترة اللي نحن كنا فيها في الثورة كنا نواجه ليس جيش الطرسراويت كما يقولون، اللي هو طبعا الجيش الإثيوبي الأصلي، إنما الكوماندوس والنجلباش وباندا، وأيضا الميليشيات. 4 جيش. أنت الحين السواح لما تجي بالذات، أنا في المنطقة الثالثة من مرب إلى قول سراي، عشان تعبر هذا الطريق لازم تدخل في 4 أو 5 معركة، كثيرين من الشهداء طبعا سقطوا. فكان عندنا الإمكانية عشان نواجه 4 نوع من المخبرين كلهم ومسلحين. وهؤلاء هؤلاء الذين الآن يتحدثون وتجدهم سفراء، يعني أيضا وجدوا الفرصة من نظام هيلي سلاسة آنذاك، منح دراسية، وتخرجوا في جامعات، أكبر جامعات في أوروبا. ليس يعني أسرهم لا تمتلك الإمكانيات، إنما طبعا الحكومة الإثيوبية تبنت. إذا أنت الآن لما تجي تبني دولة جديدة دون مراجعات، أنا لا أطالب بمحاكمة الناس هذول أو يعني التقليل من التحاقهم، هو طبعا هذا شيء جائز. حتى نحن من منطقتنا كثيرين من الناس اللي كانوا في المارينز، كانوا في البوليس،
يعني أسماء لامعة جدا كبيرة جدا، لكن الواحد خلاص عشان يعني شعر بشعور وطني والتحق بالثورة الإريترية فترحب به وتنسى كله يعني ما ماضيه. لكن القضية هناك من لا ينسى. وأنا هذا يعني من خلال تجاربي، أي مكان وفي أي لغاء اجتمعت كان يتم تقديمي يقول جبهان البر، هذا كان جبهجي عضو قيادة العامة. مما اضطرني في يوم في السويد في إحدى المحاضرات التي كنت أنا في مناسبة يعني الاحتفال بمرور 20 سنة على اتحاد المعوقين في السويد، طلبوا مني عشان أساعدهم بإلقاء محاضرة. فواجهني أحد الناس قال لنا أنتم قتلة، أنا لا يشرفني قال أن أستمع إليك لأنه أنتم ذبحتوا وعملتوا. سألته سؤال بسيط جدا، لأن هذا يعني lack of information، في نقص في المعلومات. لذلك أنت لو انفعلت وبدأت تنفعل وترد بالمثل لا تحل أي مشكلة. أنا أرادوا طبعا المنظمين لهذا البرنامج عشان يطردوه، قلت له لا أتركوه يكمل كلام. أنا قلت له أنت معلوماتك طبعا تكون ناقصة ربما هذا الكلام. يعني أنا أولا أعتبر أحد ضحايا القيادة العامة من الذين اعتقلوا قبل ما نبدأ العمل، يعني بعدها بثلاثة أشهر اعتقلت، وعشت سنة وثلاثة أشهر في معتقلات يعني بتاع القيادة العامة. ثانيا قلت له أنت مفهومك الآن بهذا الكلام، يعني عندما سمعت عامة ما يقولوها عامة يعني أنت الآن تقول كل ال 38 عضو في القيادة العامة كانوا قتلة؟ قال لنا أيوه. قال إذن هذا الذي رئيسك الموجود في أسمر الآن رئيس دولة إريتريا، لو قلت لك هو كان عضو معانا في القيادة قال أنا أعتذر. لأنه هو دحين يعني يحلل أنه أنت يصفك بقاتل، إنما لما تأتي تقول له كان رئيسك أو الرئيس الإريتري سياسة أفورقي كان عضو في القيادة العامة وكان معنا أيضا آخرين، إذا اعتذر وبدأ يعني يبكي حتى هذا الكلام لا ينقل. شوف هذا الرعب، الحالة التربية هذه. ولذلك أنا دائما يعني غيابنا نحن أيضا والناس شيطنة الناس الذين دخلوا أو عملوا في الدولة وكأنهم يعني هم ما جينا نحن من المريخ، نحن حررنا يعني ساهمنا في تحرير البلد، ومن حقنا أكثر من الآخرين أن نكون أيضا ضمن الحكومة. لكن هناك في عقلية إقصائية وتعبئة خاطئة جدا، وأنا لا ألوم هؤلاء الناس. الآن أنا يعني أختصر الكلام أن عملية التعميم هذا طبعا كما حدث من الشاب الإريتري واعتذر طبعا بعدها. الآن التعميم أن كل من يعمل أو كل من موجود في إريتريا، يعني إذا أنت أردت أن تصفه أو تصنفه بأنه خائن وعميل، مع من تريد أنت؟ مع من تريد؟ إذا أنت لا سمح الله أنه المعارضة نجحت وتريد تحكم إريتريا، من ستحكم؟ هذا الشعب الذي أنت الآن تصنفه بأنه يعني كل من يعني هو أراد إن لم يريد الآن تحت رحمة الجبهة الشعبية أو الحكومة الغير دستورية الموجودة هنا. ما في رقابات هناك. ما تقول أنا لا أنا مختلف مع الحكومة تدخل في السجن زيك وزي الآخرين. لذلك أنا أفتكر من العقل بأنه أنت أن تهيئ نفسك لإفهام هؤلاء الذين تشبعوا بمعلومات خاطئة جدا. وأنا أفتكر طبعا هنالك أيضا جانب أخواننا من الرعيل الأول أو المناذرين القدامى، يعني هم يعني تنظيمين لعملة، يعني لعملة واحدة، يعني لعملة واحدة. هناك أحقاد ورواسب، ويقول لك أنا ما أخطأت، الجبهة الشعبية اللي أخطأت. تسأل الجبهة الشعبية تقول له الجبهجيين هم الذين أقتلوا هم القتل. ما ذنب الشعب الإريتري الآن؟ عشرات الناس المحرومين من أبسط مكملات يعني الحياة. الماء ما موجود، الكهرباء ما موجود، المواصلات ما موجودة، يعني ما في كل حاجة موجودة. ما ذنب هؤلاء الآن أنت تصفهم بأنهم جبناء وهم مش عارف لا يستحقوا التقدير، وأنت طبعا كويس مع من تريد أن تبني هذا الوطن. إذا أنا أقول عدم التعميم. وأنا طبعا من الحاجات اللي تواجهني يعني مشاكل وكتابات كثيرة جدا ما أريد التحدث عنها طبعا، والتهديدات اللي تأتي، ولأننا
يعني أحدد مكامن الخطر، وبالذات بعد ما بدأنا نتناول التنظيم السري الآن بدأوا يظهروا على الحقيقة. هؤلاء الذين المهرجين الذين يظهرون أمام الكاميرات هذول الناس مأمورين، تكتب لك ورقة أو يعني، لكن عندهم طبعا إمكانية زي الممثل طبعا يعني ما يقرأ ورقة، إنما عليه أن يحفظ. هذه إمكانيات الممثل، يعني إذا تريد أن تكون ممثل لازم تكون عندك إمكانية أنه تحفظ الكلام وليس تقرأه. قالوا الناس مأمورين يقرأوا الكلام هذا، بعدين يتم تغييرهم أو سجنهم أيضا إذا أخطأوا، أو يتهموا بأي تهمة لما تنتهي يعني صلاحياتهم. كثيرين من هؤلاء الناس الذين كانوا يتبرجون يعتقدون بأنهم القاطع والمانع في هذا التنظيم، لكن في فترة من الفترات يعني يتم تهميشك وركنك في ركن معين. سفراء، كوادر، يعني كانوا يعتقدوا هم يعني القاطع والمانع، هم الذي يسحب الكلمة، بعدهم استشهدوا، بعدهم طبعا في السجون، وبعدهم ترك البلد وطلع. الآن يعيشون كغيرهم في المهجر، ولا يتجرؤون للحديث، لأن ما أعرف ماذا الذي يمنعهم من الحديث. أنا لا أريد أن أكون يعني، لا أعتقد أن أنا صنفت نفسي بأن أنا بطل وما إلى ذلك، إنما هذه الحقائق لا بد أن تذكر. هناك مجموعة خبيثة جدا، والآن أختم كلامي بأنهم الآن سيعودوا إلى مربع رقم واحد، تجميع كل من يؤمن بنظرية تجراي الكبرى. لأن طبعا عملية أن ننضم إلى إثيوبيا أو نعود إلى حضن إثيوبيا ونكون شعب واحد يعني وأبي أحمد يقودنا، كل هذا الكلام طبعا فشل، لأن بكل المقاييس، وهذا طبعا ما يزعج الناس. وأنا اليوم لا أريد أن أنشر أي فيديو، إنما طبعا بالعقل. أنا الآن لمن لا يعرف، لم أحمل في حياتي جواز إثيوبي، ولم أسافر أيضا في إثيوبيا كثير. في عملي أثناء مع الان جي اوس، مع الألمان، يعني كصحفي سافرت إلى أكثر من 20 دولة أفريقية، تحديدا في غرب أفريقيا. أحيانا اللفتهانزا هذه إذا تركتك أو إذا لم تلتزم بالمواعيد المحددة جدا في المطار تتركك الطائرة، عليك أن تنتظر أسبوع كامل. في فترة من الفترات ونحن في السنغال تركتنا اللفتهانزا هناك، طلبوا مننا يغيروا تذكرتنا لأنه هي تذكرة ألمانية. أنا وزميلي كانوا معي مجموعة من الألمان، فقالوا تغيروا تذاكركم على الخطوط الإثيوبية. فأنا اعتذرت، لأن حتى السفر يعني كان بالجواز الألماني كنت، لكن يعني نفسيتي ليس لأنني أكره إثيوبيا ولا شيء، لكن أنا طبعا رجل يعني نادل، والمرارات كلها شاهدها بعينه. حتى السفر إلى أديس أبابا، طبعا أنا ما حصل في حياتي سافرت في إثيوبيا. الآن لا نجي نبالغ على أساس أن تصف ناس ضحوا بكل حياتهم ومستقبلهم وتركوا كل شيء. أنا ما أزيد أتكلم عن شخصي، إنما طبعا الآن من من غير المنطق أن أنا طبعا عشان أرد بالمثل، إنما سأكرر الكلام مرة ثانية. سواء كانت إثيوبيا أو غير إثيوبيا، إذا فكرت في الاعتداء على إريتريا، أنا موقفها حيكون مع شعبي ومع بلدي، لأنه طبعا هذا ما له علاقة بالجبهة الشعبية ولا بالحكومة. إنما إذا هنالك من يريد أن يفرح، كما قال أحد الذين تابعت برنامجه في قبل أسبوعين، أنه قال هو يعني طلب منهم من إثيوبيا عشان يكونوا حكومة في المنطقة، وقال يعني حزب الازدهار دعانا ووفر لنا مكان آمن وحماية وكل حاجة، وفتح لنا مكتب هناك. طبعا أنا أقول له هذا وهم، أن إثيوبيا تساعدك في سبيل أنت تسقط النظام. من أنت حتى تسقط هذا النظام؟ يعني أين الشعب الإريتري؟ يعني تفتكر هي بس زريبة؟ يعني أنت تأتي بأوامر من إثيوبيا عشان تغير هذا النظام؟ أنا لا أدافع عن هذا النظام، لكن أقول الحقيقة. كل التجارب، وأنا طبعا اليوم لا يمكن أن أتغير ما قلته في عام 1979. أنا نصحت إخواني في سيمينار موثق الآن
ده أكثر من 10 شريط في ندوة صوت إريتريا في الخرطوم. الحضور كان 100%. كل التنظيمات، جبهة التحرير إريتريا، حركة الجهاد، كلهم كانوا حضور. قادتهم أيضا كانوا في الصف الأول. أكثر من 400 من معسكرات اللاجئين. الهدف كان توحيد الكلمة. احنا هدفنا كان إذا مثلا السودانيين كانوا يلوحوا بأن هنالك حرب بين، في تحركات ورصد يعني عسكري بين إثيوبيا وفي منطقة بادلمة في حروب، في أي لحظة تنفجر هذه الحرب. هذا كان كلام السودانيين. ونحن طبعا بادرنا في الشهر التاسع اللي هو سبتمبر بعقد الندوة لأخذ وجهة نظر المعارض رغم اختلافاتهم طبعا، يعني مجموعة عبد الله إدريس، مجموعة الحزب العمل السابقين، كثيرين من الأحزاب الموجودة. وربنا وفقنا على أساس بحضور عمنا المرحوم الشهيد عمر البرج. أتى أيضا من إيطاليا ل... على أساس لتهدئة المشاعر، وأيضا لإعطاء الأمل على أساس أنه لو وحدنا كلمتنا قد يكون عندنا موقف واضح جدا. في آخر لحظة بعد يعني 3 أيام من الحوار، من كلام يعني جميل جدا استمعنا إليه، إنما طبعا اكتشفت وأنا يعني من مسؤول الأمن الخارجي اللي هو قطبي، استدعانا في مكتبه أنا والعم عمر باري في آخر لحظة. قال: أنت كيف أتيت إلى السودان؟ ومن الذي أعطاكم التسريح حتى تعقدوا مؤتمر في داخل الأراضي دون علمنا نحن كجهاز الأمن؟ قلت له: والله نحن مجموعة الشيخ الترابي يعني استأذناهم، وهم يعني أعطونا من يمثلهم لتأمين مكان نجتمع فيه، وبلغوا أيضا مجموعة الأمن كان معنا طبعا العقيد فلان الفلاني. ونحن طبعا وفق التعليمات هذا الناس نحن ضيوف. قال: هذا الترابي ليس شغل، هذا شغلنا. قلت له: أنا إيش عرفني؟ أنا ضيف، وأنا حسب علمي وفهمي هو يعني الأب الروحي لكل الإنقاذ هو الترابي. قال: نحن عندنا برنامج يتماشى مع مصلحتنا كسودانيين. طلبنا من المعارضة أو نسقنا مع الحكومة الإثيوبية في سبيل تسهيل سفر المعارضين الإريتريين أو بالذات القادة الموجودين عندنا لإثيوبيا والعمل معهم، لأنه إثيوبيا السودان لا تتحمل أكثر مما تحملت هذه المعارضين. يعني حيجيبوا لنا مشاكل مع الجارة إريتريا، ونحن لا نريد أي مشكلة. فأذهبوا هنالك، من السهل لأن حدودكم مع إثيوبيا أوسع. و... والآن هم على طريقهم إلى أجزاء. من أنت حتى ترفض توقع على هذا البيان؟ لأن البيان الذي بدل ما نصدر نحن بيان من الاجتماعات، إنما كان معدين بيان. جهاز الأمن السوداني أعد بيان في سبيل أنا كمسؤول عن صوت إريتريا والداعي من هذه الندوة مع عمنا عمر البرج وآخرين، كان معنا أيضا المناضل صالح حيوتي من المنظمين لهذه الندوة أيضا، حتى لا يعني يفهم الناس. نوقع على بيان يدين الجبهة الشعبية في استفزازاتها لإثيوبيا. الحرب لم تقم. أنا كيف أدين رغم خلافاتي مع الجبهة الشعبية وعدم يعني الكلام اللي كنا نكتبه عن التحالف بين الجبهة الشعبية وعن الدماء اللي سالت والحروب الأهلية، كل ذلك كله هذا لما انتهت يقول لك تعال واقع بيان وأدين الدولة اللي أنت تنتمي إليها. فأنا رفضت وطلعت من المكان. يعني أعطونا 24 ساعة عشان يعني نلم حقائبنا ونسافر، يعني مطرودين منها. أنا طبعا لم أدخل السودان إلى يومنا هذا. كيف تفكر في اليوم الآخر وأنا موجود في النسبة؟ اتصلت من أخ فاضل موجود، حتى لا أريد أن أسمي اسمه، في السودان، هو كان ممثلنا يعني مندوب صوت إريتريا في الخرطوم. اتصل قال هو تم ترشيحه للسفر مع القادة، مع الله يرحمهم يعني الآن لا نريد أيضا ندخل في متاهات، فلان وفلان 3 من قيادات الجبهة وأنا رابعهم. أنا سفر يعني أنا لأسباب يعني أسرية كده رفضت أدعك في الصورة
كلامك كل اللي أنت توقعته كان صحيح. هؤلاء الناس كانوا وأنت قاعدين معك في الخطوة كانوا يعاملوا، يعني جوازاتهم كانت دخلت السفارة الإثيوبية وكانوا يجروا معاملات. إذا هذا أنا أصبحت لي الآن هؤلاء الذين يعني ينتقدوننا، هذا كانت طعنة. أنت تريد أن توفق بين الناس وأن توحد كلمة إخوانك في المعارضة الإريترية بصرف النظر عن مسمياتهم وأفكارهم وكل حاجة. هنا كانت طعنة. هذا البرنامج الآن أنا سعيد جدا لأنه هذا الكلام من شارك في هذا المؤتمر أيضا موجود، مشتتين الآن في لندن، في أمريكا، يسمعون هذا الكلام أيضا. هذا كانت طعنة. ولا يمكن أن نعالج هذا الخطأ إلا في كل الاجتماعات. أنا قاعد أتابع، أنا طبعا حتى أتجاوز الناس يفتكروا ان احنا يعني حاقدين او لا نفكر. انا استدعيت رئيس جبهة التحرير الاريتريا الاخ اسماعيل من من استراليا. استدعينا ايضا رئيس الحركة الاسلامية اللي غيروا اسمهم الى في السويد في مؤتمرهم الاخير، اللي هم كانوا الخلاص، والان طبعا تحول اسمهم الى الجبهة للديمقراطية ما الى ذلك. نقاش عثمان ممثل المسؤول عن التحالف، الأخ أيضا المتحدث الرسمي اسمه موجود أيضا في السويد. كل هؤلاء دعيناهم. دعينا طبعا يعني شعراء كلهم ذوي التوجه طبعا، اللي كانوا من يعني تربوا في مدارس الجبهة وكبروا في السودان كله. تحدثنا بكل صراحة. كانت هناك أخطاء ارتكبت، لابد الآن يملكوا الشجاعة ويقولوا نحن أخطأنا في هذه الجزئية، حتى أنا أستطيع أن أثق في المستقبل أتعامل، أو الشعب يثق عليهم ليتعامل. لكن قبل الاعتذار الآن تلف وتدور وتقول أنا معارض وأنا ضد الجبهة ويانا كل هذا طبعا. والآن هنالك من يخطط أيضا للمسالحة مع إثيوبيا، طالما أبي أحمد الآن سمح بالحرف الواحد. أنا ما فهمته الآن من اللقاء الذي أجراه، يعني هو رئيس يقول حكومة المنفى، ويعني أو يعني رجل تم انتخابه من الإثيوبيين أو كما ذكر هو. الآن يقول طبعا جمع كل الفصائل المعارضة وليس اتجاه واحد. لا نقبل نحن بمكون اجتماعي معين، إنما كل الإريتريين يجب أن ده طرح بتاع حزب الازدهار بقيادة أبي أحمد. طبعا أنت اجتمعت، ما اجتمعوا طبعا في مقالة، اجتمعوا أيضا في أواسا، اجتمعوا في إثيوبيا وعاشوا فيها يعني هناك. لكن من الواضح أن الجبهة الشعبية لتحرير تجراي لم تسمح لهم للقيام بأي عمل عسكري، كانوا مجمدين. هو الدمان الآن أن أبي أحمد بكرة لأسباب معينة جدا أو لضغوط خارجية أو لوساطات نسميها ما نسميها طبعا، لو جلس، لأن دول الناس ممكن يعني المصالح تجبرهم. يعني أنت الحكومة الجبهة الشعبية الآن تلغي كل شيء، وكل الوعود اللي عملته الآن ممكن تجلس مع أبي أحمد يحل المشاكل، ممكن يعني تحقق مطالب الإثيوبيين، ينهوا القضية بشكل ودي. لأن أنا كنت أتابع فيديو يعني أبي أحمد هو في عسب، أبي أحمد في أسمرة، والآن طبعا بدأت تظهر ما لم يعني ينشر في الإعلام. اتفاقية السلام يعني قرأنا فقط 5 بنود، إنما هنالك أكثر من 12 بند سري، وآخرها طبعا تجلى ذلك في التسريحات. من يعتقد أنه نحن شعبين هو جاهل، نحن شعب واحد، وأبي أحمد سيقودنا. وفي النهاية طبعا كانت العملية لملمة إريتريا كلها وإعادتها ضمن التحالفات، يبدأ بالاقتصاد ثم بعدين تحالف عسكري أمني، ثم بعد ذلك يعني تسعو في الصباح ستكون يقول لك أنت جزء من إثيوبيا، أو يعني إريتريا خلاص عادت إلى حضن أمها. كل هذه المخاطر الآن طبعا لا يمكن الواحد يعني يتجاوزها ويسكت. وأنا طبعا كتبت في آخر مقال، نحن في العقد السابع والنصف، يعني 75 سنة من عمرنا، ممكن ما حيعيش الإنسان للأبد. لابد
يعني أحد الأخوة من الذين أكن لهم الاحترام، يعني كان في تعليقه بيتحدث طبعا آه، يعني عن المغالطات. يعني بعد الناس يقول لك لا هذا ما تاب، هذا ما هذا كان هو طبعا بعقلانية، يعني كان يرد بأسلوب هو أقرب الناس إليه طبعا من منطقته، وكثيرين أيضا إحنا من أبناء منطقة لكن ننتقد بعدنا، يعني ليس هذا يعني جديد. إنما هنالك الآن أنا ما أرد لا أريد أن أذكر اسم الشخص الذي يقول هو كان صحفي ما إلى ذلك. هذول الناس عقولهم تبلدت، والحقد يعني هو ما جهل، هو طبعا حاقد، حاقد في مكون اجتماعي معين جدا، فلذلك لا يمكن أن تغير أمثلة هذه العقول هذه. هو يصر يقول ويستشهد بجريدة ما أعرف في أستراليا، جريدة فرجت والنهدة وما إلى ذلك كله. هؤلاء الناس ناس فارغين، هؤلاء الناس كانوا طبعا ليلا يسبحون على بنعمة الويانة ويذهبون في إثيوبيا، وكانوا يتحدون مشاعر الشعب الإيراني. أنا لم أتركهم أيضا، كتبوا ما كتبوا وقالوا ما قالوا، لكن طبعا المواقف الآن عندما تقرأ ما يكتبونه الآن، هم أكثر الناس الآن حرصا على أمن إريتريا وعلى الجيش الإريتري ومحبة كلها. هذا الذين تغير مش أنا. أنا أختلف مع الجبهة الشعبية في سياساتها، في أسلوبها، في مؤامراتها في إقصاء للمناضلين الكبار جدا في الثورة، وفي اعتداء على حرمات الناس وعلى فلتنة وعلى عسكرة المجتمع الإريتري. كل ذلك هذا شيء لم يتغير وسوف لن يتغير. لكن عندما تأتي المضرة ضد الوطن كوطن، أنا الحين لا عندنا حكومة شرعية حتى مثلا ندافع عنها، إنما الوطن سيبقى سواء الجبهة الشعبية موجودة أو انتهت أو راحت أو جاء غيرها. هذا الوطن وهذا الشعب باقي. وأرجو من زملائي، أنا لا أرفض الانتقاد، إنما أتعلم من نقدهم، إنما يجب أن يفرقوا بين الوطن وبين الشعب وبين الجبهة الشعبية. الجبهة الشعبية هو تنظيم ضمن التنظيمات الكثيرة الموجودة، لكنها يعني كل التنظيمات هذه طبعا حاصل تحصيل هي جمعيات شاريتي. لأنه لا يمكن أنت تسجل حزب سياسي في ألمانيا أو في أمريكا، لا يسمح، حتى القوانين لا تسمح. إنما إذا أنت حامل جنسية البلد ممكن يعني تجمع الإريتريين الحاملين الجنسيات الألمانية، تأسس حزب ألماني، بعد كده تدلي برأيك كما يفعلون، كما تفعل الأحزاب يعني بعدهم يعني ضد روسيا وبعدهم يناصر روسيا. كل هذا طبعا يعني أنت كسياسي ألماني تستطيع أن تعبر عن رأيك، لأن حق التعبير عن الرأي مكفول في الدستور الألماني. لكن يعني حاصل تحصيل الآن يعني في ختام هذا البرنامج آه، أنا كتبت طبعا، استعنت بمقولة المؤمن لا يلدغ بجحر واحد يعني مرتين، يعني كما يقولوا. هذه الألاعيب الذي عايشناها قبل نصف قرن في سبعينيات القرن الماضي، حزب إريتريين للتحرير، استبالات من يعني بدءا من بولونيا إلى العالم كله، كل هذا تنظيمات سرية موجهة بالرومر ستور من الداخل. طبعا هناك تعليماتهم بتأتي طبعا لا تعرف من هو الذي يوزع. السفارات هذه كلها يعني مجرد حاصل تحصيل، ما عندها أي علم. إذن الآن يأتي إريتري أيا كانت المسميات الآن الموجودة، وعايز يؤسس تنظيم أو حراك سياسي نسميه. طرحه السياسي لا يختلف عن طرح تنظيم الجبهة الشعبية في تأسيسها الأول. بدأوها في
وصيغة نحن وأهدافنا اللي نحن نعلمنا، تبدأ نحن المسيحيين. هؤلاء الناس الآن لما يجي يعيدوا الكرة يقول لك أنا البديل للجبهة الشعبية، يعني ما في أي تغيير. يعني حسب أنت ما ممكن تغير الجبهة الشعبية بما هو أصعب وألعن منها تقريبا، لأن هذا يعني مبدأه يستند على إقليم معين، على قومية معينة، وعلى دين معين. وبعد كده في النهاية هو يعني لا يخفى أيضا تعاطفه مع تجراي. إذا الآن علينا أن نتعلم، إحنا لا ندين ولا نشيطن أحد، من حق الإنسان أن يعبر عن رأيه، لكن طبعا تنظيم يعتمد على قومية معينة وعلى ديانة معينة وعلى فئة معينة، عليها أن يلزم بقوانينه لأعضاء. وهذا ما أقول أنا دائما، يعني الجبهة الشعبية هي طبعا تنظيم عرمرم موجود، لكن هي لا، ما نعطيها الحق حتى توجه يعني من لا هو. يعني في حوالي 4 ملايين إريتري ليست أعداء في الجبهة الشعبية. العدد اللي موجود أنا في ألمانيا بعرفه بحكم طبعا ارتباطي بالسفارة وعملي في السفارة. تعليماتهم سارية المفعول عند من يلتزم ويحمل بطاقة العضوية عندهم في الحزب. زي ما قلت على الشبه الشعبي، ينطبق أيضا على التنظيمات الجديدة جدا، سواء كانت إقليمية أو مش عارف، واحد يرفع لك شعارات مختلفة جدا. هؤلاء يعني عليهم أن يبنوا نفسهم ويتواصلوا مع الأقربون، يعني من أقرب لهم فكرا وتنزيرا. وهذا طبعا شيء مباح يعني في ألمانيا. يعني لما تقول أنا يعني عندي قرية وعايز مثلا، يعني حتى أنا القرية مقيم في قرية صغيرة جدا، عندهم جمعية وأنا عضو فيها، نجتمع على أساس نتكلم عن مصالح يعني قريتنا. إذا في نواقص، إذا في تنديفات مع سنبور، إذا في مثلا يعني حدائق جديدة عايزين نعملها، إذا في احتفالات، كل هذا يعني تنظمها هذه الجمعية، لأن أنت خلاص مقيم في قرية صغيرة جدا. إحنا ما نهتم بشؤون ألمانيا، نهتم بشؤون قريتنا. أيضا البلدية هناك إذا في نواقص، يعني هنالك من يمثل الجمعية يمشي هناك يقول يعني هذا الشارع يعني الآن يجب إصلاحه، فتأتي يعني البلدية عشان ترسل من يقوم بهذا الواجب. إذا أنا أعتبر هذه الجمعية كالجمعيات الموجودة في ألمانيا، وأكثر من 60 جمعية موجودة هنا في ألمانيا تهتم بشؤون الأعضاء في الجمعية، هوايات مختلفة جدا، الدفاع عن الحيوانات، الدفاع عن حقوق الإنسان، الدفاع عن كل هذه الجمعيات. فلذلك أنا لا نبالغ الآن عشان يقول. وأنا ما يعني أنبه هؤلاء الأخوة الذين يرفعون الآن شعار ليس معنا هو ضدنا، مسانا زي خوني كمان يفلي. وهذا طبعا شعار قديم جدا، قدم الجبهة الشعبية قبل 40 سنة، والآن النتيجة هي كوارث. ما في حاجة اسمها من ليس معنا هو ضدنا. أنت من حتى مثلا يعني كل الناس تأتي عندك، كثيرين من الناس يقولوا لماذا لا يأتوا، لماذا لا يشاركوا معنا؟ من أنت حتى يشاركوا معنا؟ هل هنالك دستور يجمعنا يعني يلزم كل الناس، حتى مثلا تقول هذا دستور يعني وطني، أنا كغيري ملتزم حتى لو مختلف في الرأي أعبر عن رأيي. لا يوجد دستور، ما في حاجة أن تجمع الناس بالقوة أو بالتهديد. أو مثلا يعني السفارة الآن يعني بتعطي السيرفيس، الخدمات هذه للناس الحاملين الجوازات، وقليلين من الإريتريين المعترفين. معظم الإريتريين الآن في أمريكا، في العالم كله، في كندا، هؤلاء مجرد يأتوا للترفيه عن أنفسهم لكثير من القضايا، لكن ما عندهم ارتباط لا بإريتريا ولا بالحكومة ولا بالجبهة الشعبية جدا، لأن هم طبعا تشغلهم يعني الحياة وتربية أولادهم. وفي النهاية أنا طبعا يعني في الختام أقول أن الجبهة الشعبية الآن تجاوز الزمن. في عام 2024 الآن الإحصائية الأخيرة اجتهدنا، ليس كلها يعني تكون ناقصة أو زيادة، عندنا تقريبا حوالي 120 ألف خريج. هذا طبعا هذا الجانب لا تهتم به الجبهة الشعبية ولا الحكومة. الجبهة الشعبية تريد كل من يدفع واجباته 2%، ويجي مرة في السنة يرقص ويبني بيت في إريتريا. هذول طبعا عددهم كلهم
من الناس اللي يعني أعمارهم تجاوزت 40 50 سنة عاشوا في المخجر، ما يعرفوا إريتريا، إنما يأتوا يعني للترفيه ولتجديد ذكرياتهم، أيضا لزيارة أقربائهم هناك. هذا شيء يواجه. الآن 120 ألف خريج. يعني أنا لا أريد أن أمشي بعيد. أسرنا هذه القريبة، يعني أولاد منطقة اللي بعرفهم، ما في بيت إلا فيه 3 خريج في المحاماة، في الطب. أخيرا طبعا الآن كنت أقرأ أيضا كثير من الشباب أنا أعرفهم أطفال الآن، يعني فوجئت عندما أرى صورهم تخرجوا في الطب أصبحوا أطباء. الجبهة الشعبية ما عندها الاستراتيجية عشان تتعامل مع هؤلاء الناس. هي تريد من يخدم مصالحها، من يخدم برنامجها، من يطيع أوامرها. كل هذول الناس الآن يعني لا يمكن تطويعهم لبرامج أساسا كلها وهمية. هذا لبي وهذا حزبي وما كله تهريج. دول الناس الآن يعني قد يجوز بما لهم من علم يعني يندمجوا في المجتمعات اللي هم عايشين فيها. بعدهم أيضا الآن أصبحوا برلمانيين في سويسرلاند، في ألمانيا، في أمريكا. بس الجيل الثاني والثالث يعني بعد كده، يعني إريتريا بالنسبة يعني بما نراه الآن يعني تزويب الهوية الإريترية في سبيل يعني مجموعة معينة جدا تعربد وترقص. همها الوحيد هو طبعا من فيستيفال حسا أنا شفته يعني بمناسبة مرور 63 سنة على انطلاق الكفاح المسلح قيادة الشهيد حامد إدريس عواتي. يعني ما تغرى إلا تشوف كندا يعدوا لحفلة الرقص، في ألمانيا أيضا كذلك، في أمريكا ما عندهم شيء آخر. هذه استراتيجية الرقص، غيرها ما موجود. لا في تفكير. أنا ما سمعت برنامج الآن يتحدث يعني عن الآن عن ما تقوم به إثيوبيا أو إريتريا، وما هي أسباب تسعيد الشعارات اللي قاعدين نستمع إليها عن دق طبول الحرب في هذه الدول. إلى أين ستقودنا هذا السؤال لم يقدم من أحد، لأن هم شغلهم الشاغل الآن خلاص سبتمبر لازم يمشي يرقص. قبل شوية كانت موسم الفستيفالات وينتهي طبعا في نهاية أغسطس في كل الدول، حتى في إريتريا قالوا 400 ألف اشترك. طيب وماذا بعد هذا الرقص؟ هل الآن الناس ارتاحت وسافرت إريتريا وغدت إجازات؟ هل هذا يعني وفر المياه للناس المحرومين من المياه؟ هل وفر الطاقة؟ هل وفر المواصلات؟ هل هنالك يعني غير الحياة هناك؟ ما حتى لو أتيت ب... ب... بعملة صعبة من الخارج لا تجد الخبز، لا يوجد شيء. دول الناس قبل أسبوعين عادوا يعني تحدثنا معهم، هنالك كوارث. لا توجد خدمات صحية إنما طبعا الآن يعني الناس بتتفكر، يعني بيأملون على أساس روسيا وصين حتصنع المعجزات والكهرباء حتبدأ، وكل هذا وعود. وهذا الوعود طبعا شبعوا منها الإريتريين أكثر من 25 سنة، كلها وعود ولا وعود. والأموال تجمع تقول سنبني المنازل، كل إلى يومنا هذا لم يتحقق. الآن أنا آسف على التطويل، وأرجو أن لا أكون تجاوزت حدودي. لا أريد أن تصعيد القضايا مع يعني هؤلاء الناس. طبعا أنا أتمنى لهم الشفاء، وأشكر أيضا كل من علق بموضوعية، وأنا أدعوهم أيضا للمزيد من النقد، لأن هذا النقد ظاهرة صحية جدا تتعلم من الكتابات، من ملاحظات الناس. وأنا تعلمت الكثير من هؤلاء الأخوة الأفاضل. وأتمنى لكم يعني أسبوعا جيدا جدا. والأسبوع القادم كما علمت من الأخ الزميل أبو بكر عبد الله صايغ، سيكون لنا لقاء مطول مع أحد السياسيين الكبار من مجموعة تقدم، لاستطلاع لمتابعة طبعا يعني نتائج مؤتمر في سويسرا، والمؤتمرات الذي يعني يتم لها الإعداد الآن، سواء كان في القاهرة والاتحاد الأفريقي. كل هذه الملفات طبعا هو سيتحدث عنها.
وحتى نلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. أتمنى لكم أنا وزملائي فريق البرنامج السلام عليكم ورحمة الله.